ايه اللي ممكن يميز كورس التحضير للايلتس عندنا عن اي مكان تاني؟ اول حاجة انك تقدر تشوف جزء من رأي وتقييم الناس اللي اخدت معانا الكورس من خلال لينك سهل وبسيط. كمان تقدر تشترك معانا من اي مكان في العالم لاننا بنستخدم برنامج زوم، وده برنامج سهل الاستخدام على اي موبايل فون او حتى تابلت او لابتوب. كمان اهم ما يميز الكورس بتاعنا ان كل محاضراته تفاعليه، يعني حضرتك اثناء المحاضره المباشره بتحل معانا بعض الاسئله وبنديك فيدباك وبتقدر تعرف نقاط الضعف والقوه، وكمان بتقارن الاجابات بتاعتك باجابات المشتركين المختلفه. والاهم من كده ان بيكون معاك 2 مدربين للمتابعه الشخصيه على مدار 24 ساعه عشان نصحح لك assignment سواء كانت خاصه بالجرامر او الايلتس، وبتاخد فيدباك عليها بشكل شخصي. وطبعا المشكله الاساسيه اللي ما نقدرش ننساها هي مشكله السبيكينج. معظم الناس بيبقى عندها مشكله في السبيكينج نتيجه لقله الممارسه، وده بنخلي بالنا منه اثناء الكورس لان عندنا 3 different programs بنقدر من خلالها نحسن السبيكينج، سواء كان السبيكينج with a partner ودي عباره عن محادثات او assignments كل اسبوع بتعملها مع بارتنر مختلف. يعني طول الكورس على مدار شهر ونص بيكون معاك بارتنر مختلف بتمارس معاه assignments مختلفه، وده بيساعد على تحسين اللغه بشكل عام. كمان بيكون عندنا speaking interviews ودي عباره عن مكالمات بتتم ما بينك وبين المدربه، بتتصل بيك في الوقت المناسب ما بينكم على اي برنامج صوتي، وبتعمل اختبار كامل كانك في امتحان، وبتاخد باند سكور وبتاخد فيدباك بنقاط الضعف والقوه. كمان عندنا الانديفيدوال تاسكس ودي عباره عن مجموعه من التاسكس اللي بتعملها وبتسجل بصوتك بعض المهام وبتبعتها للتصحيح والتقييم وبتاخد فيدباك كامل عليها. ومحدش ابدا ينكر اهميه الفوكابلر بلان في اي كورس عشان نقدر نحسن الحصيله اللغويه عندنا او الفوكابلر رينج، وبالتالي نقدر نحسن الرايتنج والسبيكينج. عشان كده اثناء الكورس بنشتغل على كتاب مهم جدا بنخلص فيه 20 يونت، وال20 يونت دول بيتم عليهم كويزز كل بدايه سيشن. بنقسم كل سيشن بيكون عليها 2 يونتس وبتاخد عليها كويز عشان نتاكد تماما ان انت فهمت الفوكابلر بلان ومتابع معانا بشكل كويس. وطبعا كلنا عارفين اننا ما ينفعش نحسن سكور الايلتس بدون ما نحسن الجرامر بشكل عام. عشان كده واثناء الكورس عندنا كورس اضافي مجاني للجرامر بيركز على اساسيات الرايتنج واساسيات الجرامر، وبالتالي تقدر تحسن السكور بتاعك بشكل عام. وبيتم ده من خلال مجموعه من الدروس المسجله اللي بنبعتها اثناء الكورس. ومش بس كده، كمان بيتم ارسال مجموعه من الاساينمنتس على كل درس جرامر وبتحلها وبتبعتها للتصحيح والتقييم عشان نتأكد تماما انك فهمت الدرس وقادر تطبق عليه. عندنا 2 جروب على الواتساب اثناء الكورس، جروب خاص بالاساينمنتس والتاسكس والماتيريالز والريكوردد سيشنز عشان تقدر تلاقي كل حاجه مطلوبه منك في مكان منظم وسهل الاستخدام. اما الجروب التاني بيكون خاص بالدiscussion، بنقدر نبعت عليه اي اسئله احنا عايزينها، بنتكلم بالانجلش، بنمارس اللغه، بنشجع بعض وبنبعت المهام اللي احنا خلصناها يوميا عشان نشجع بعض ونقدر نكمل. بعد كل محاضرة بنبعت لك مجموعة من الاساينمنتس المهمة اللي بتعملها وتبعتها لنا تاني للتصحيح والتقييم. الاساينمنتس دي بتكون ريليتد للتوبيك اللي احنا درسناه اثناء المحاضرة المباشرة عشان تقدر تطبق على التكنيكس والاستراتيجيز اللي بندرسها. يعني مثلا لو موضوع السيشن عن الريدنج بنبعت لك اختبار ريدنج كامل، لو موضوع السيشن عن الرايتنج بنبعت لك رايتنج كامل وبتحله وبتبعته لنا وبنديك الباند سكور المتوقعة ليك في الامتحان. كلنا عارفين ان واحدة من اهم مشاكل الرايتنج هي عدم وجود افكار كافية للكتابة عن موضوع معين. عشان كده اثناء الكورس بنعمل حاجه اسمها analyzing model essays، ودي عباره عن مجموعه من الكويستشنز والتيبس والموديل اكزامز اللي بتقراها بشكل دوري متكرر عشان تقدر تطلع منها بمجموعه من الافكار، مجموعه من الفوكابلري رينج، مجموعه من الجراماتيكال ستراكشر، مجموعه من الترانزيشنال ووردز اللي تقدر تستخدمها في الرايتنج بتاعك وتقدر تحسن الباند سكور في الرايتنج. اما موضوع الليسننج فبيكون عندنا كل يوم ديلي ليسننج تاسك، ودي بتكون عباره عن مهام يوميه بنبعتها بتكون مدتها من 6 ل 10 دقائق بنسمع فيها للبي بي سي عشان نتدرب على الاكسنت الصح، وكمان بنستفيد منها فوكاب مختلف لمواضيع مختلفة كتيرة جدا. كل اسبوع بنركز على مهارة مختلفة، وبالتالي لازم يكون عندنا ويكلي بلان عشان ننظم الاكتيفيتيز والتاسكس والاساينمنتس اللي بنعملها كل اسبوع. وبالتالي كل بداية اسبوع هتلاقي عندك ويكلي بلان مختلفة تقدر تعرف من خلالها ايه اللي هنعمله كل يوم عشان تقدر تتابع الخطة بشكل منظم وشكل سلس. بنعمل تحديد مستوى عشان نقدر نعرف المستوى الخاص بيك، وبالتالي بنرشح لك الكورس المطلوب. ولكن برضو ما تقلقش لو مستواك اقل من المتوسط، لان في الحاله دي بنرشح لك الجنرال انجلش كورس، وده بيكون كورس قوي جدا بنحط فيه الاساس الكافي اللي بعد كده تقدر تحضر بي ايلتس او توفل او بي تي اي او بي تي اي او اي اختبارات اكاديميه. بناخد شهاده في نهايه الكورس عباره عن ايلتس بريبريشن كورس بلس جنرال انجلش كورس. ابعت لنا رسالة على الواتساب او كلمنا على رسائل البيج عشان نعمل لك تحديد مستوى ونساعدك بالشكل المطلوب. شكرا، بالتوفيق، ونشوفكم ان شاء الله في الكورس.